مش هتصدقوا هو سبب تعثر نادي الزمالك في دور مجموعات دوري ابطال افريقيا وسوء النتائج الملحوظ يا جدعان في اداء نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا. هتتصدموا لما تعرفوه، هقول لكم عليه دلوقتي. بس في البدايه لو انت اول مره تشوفني ما تنساش تابعني واعمل لايكات كتير واكسبلور اكتر عشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. زي ما كلنا شايفين سوء نتائج ملحوظ على اداء نادي الزمالك في دوري ابطال افريقيا. اول مباراه للزمالك على ارضنا في القاهره يا جدعان اتغلبوا من شباب بلوزداد، تاني مباراه اتعادلوا مع المريخ سلبيا ونادي الزمالك بقى حصاله المجموعه. السبب في سوء النتائج ده هو غياب اهم لعيبه نادي الزمالك عن صفوف الفريق. عندك غياب لعيب مثلا زي طارق حامد كان اسد في نص الملعب، غياب لعيب زي مصطفى محمد بيجيب جون من اقل فرصه، غياب لعيب متكامل يا جدعان زي امام عاشور. لكن كل دول غيابهم ما اثرش على تعادل نادي الزمالك امام المريخ النهارده. هو واحد بس يا جدعان غيابه كان مؤثر وهو السبب في تعادل النادي الزمالك النهارده قدام المريخ، وهو اهم لاعب في نادي الزمالك ابراهيم نور الدين يا جدعان. ابراهيم نور الدين غيابه النهارده كان مؤثر يا جدعان، كان محتاجين